تفضل سيدنا النائب المحترم. سيد الوزير، نتمنى اننا نوصلوا للسيده الوزيره الله يخليك على انه الحي الحسني وكما جاء بالنسبه للوكلاء العقاريين انه كاين عندنا طلب ديال الرخص ديال السكن الحي الحسني كله تحسب في البنايات الاثريه، نبداو من سيد الخضير حتى الحي الامل، اكثر من 14 حي اللي هو دابا تحسب في البنايات الاثريه واللي ممنوع من الترخيص وممنوع من البلانات او رخص الاصلاح، وهنا غيتسبوا تولي في المنازل الاليه للسقوط. شكرا. بالنسبه للسيد النائب المحترم، هذا الموضوع هو موضوع مشترك مع وزاره العمارة والداخليه وكذلك وزاره الثقافه، ولقد عملنا باش تكون واحد اللجنه مشتركه، لان بالطبع كاين هناك اشكاليات اللي كتخرج من هذا فاش كيكون فاش كنخليو اماكن مآثر تاريخيه يمكن لهم يكون اشكاليات حتى بالنسبه للسكان او موالين هذه المنازل او هذه المآثر التاريخيه. اللجنه مشتركه اليوم خدامه ما بين الداخليه والسكنه وبالطبع وزاره الثقافه باش انذاك نحاولوا نتجاوبوا مع متطلبات ديال المواطنات والمواطنين. البعض منهم حقيقة عندهم الحق في الشيء اللي كيقولوا، كنحاولوا نجاوبوهم بطريقة إيجابية. البعض آخر كيعتبر بأنه هذاك ماشي مجال للتراث، ولكن القطاع الثقافة هذه المرة هو اللي كيكون عنده واحد الدخل في هذا الجانب. ودوريك أنا اللي بغيت نقول لك أو نطمئنك هو كاين هناك لجنة اليوم هم مئات ديال انا تقدروا تكونوا الدار البيضاء كلها هم المئات ديال الاماكن اللي معنيه بالامر، وكنحاولوا نسرعوا لان بالطبع كاين هناك للاسف بعض المرات كنعيشوا بعض المأساة من طرف مواطنين اللي كيكون المكان الوحيد ديالهم. هذه متفق معك فيها، وهنا كنحاولوا نجاوبوا حتى بطريقه انسانيه واجتماعيه مع ذلك. شكرا.